فيلمنا بيبدأ مع ويل، شخص بائس جدا ساب الجامعة بتاعته وبقى بيشتغل في بار، وبيمثل دايما انه مبسوط وفخور بشغله جدا، على عكس كاري مراته اللي بتبقى شايفاه شخص فاشل لدرجة انها ما بتبقاش عايزة تقرب منه، وبتبقى كملت جامعتها وبتحضر دكتوراه كمان. وبيبقى ويل بيدور على السعادة في اي مكان لانه ما بيبقاش لاقيها في شغله ولا حتى في بيته. وفي يوم شغل ليه في البار بيلاقي إليشيا حبيبته القديمة مع واحد تاني واللي بيكون اسمه جيفري، واللي بيبقى شخص ناجح وعنده شغله وحياته. وبيبقى ويل غيران جدا منه وبيبقى مفكر انه لسه بيحب إليشيا، لكنه في الحقيقه بيبقى غيران من صاحبها الجديد اللي بيكون انجح منه. وبيفضل يشرب معاهم ويعمل نفسه مبسوط وما عندوش مشكله في حاجه، لكن بيفضل يلمح لإليشيا دايما انه معجب بيها او لسه بيحبها مع انه بيبقى متجوز. وبتبقى إليشيا كل مره بتصده وبتحرجه. وبيدخل إيريك واللي بيبقى قريب صاحبه المكان وبيكون عارف ويل وإليشيا، لكنه بيبقى شخص ضخم وعصبي جدا وطول الوقت سكران. وبيكون جيفري في الحمام وهو خارج بيخبط في إيريك اللي بيتعصب جدا وبيبقى هيضربه، بس ويل بيمنعه وبيحاول يفوقه. وبيقعدوا كلهم على البار وبيقرر إيريك يعتذر لجيفري وإليشيا وبيعزمهم على مشروب، لكن جيفري بيكون رافض. فبيصمم إيريك بشكل قليل الذوق وما بيقدرش جيفري يرد عليه، وبيفضل طول القعده يشتم جيفري ويرمي عليه حاجات عشان يحرجه قدام إليشيا، بس محدش بيتكلم معاه لانهم بيبقوا عارفين انه سكران. وبيدخل شاب مراهق عشان يطلب مشروب، فبيساله ويل عن البطاقه بتاعته وده عشان يتاكد انه معدي السن القانوني. وبيطلع الشاب بطاقته فبيديه ويل مشاريب ليه ولاصحابه. وبتساله إليشيا ليه عمل كده، لانه عارف انهم تحت السن، فبيقول لها انه عايزهم يتبسطوا. وبيجي اصحاب إيريك وبيقوم معاهم عشان يلعبوا بلياردو، وفجاه بيتخانق إيريك مع واحد فيهم وبيضربوا بعض لدرجه ان صاحب إيريك بيكسر الازازه وبيعور بيها إيريك في وشه، لكن إيريك بيضربه وبيوقعه في الارض. وبيطلب ويل الشرطه بسرعه. بقى جيفري بيحاول يوقفهم لكنه بيبقى ضعيف جدا مش زيهم، وبيمشي الكل قبل ما الشرطه تيجي. وبيقع من واحد من الشباب اللي تحت السن القانوني الموبايل بتاعه اللي ايه ويل، وبيقرر يخليه معاه لحد ما يسالوا عليه. وما بيفضلش مع ويل في البار غير إليشيا وجيفري واللي بينظفوا معاه المكان. وبيرجع ويل البيت وبيلاقي مراته نايمه وبيحاول يصحيها عشان يعمل معاها علاقه، لكنها بترفض وبتكمل نوم. وبيقوم ويل عشان يشرب تاني وبيبقى بيحاول يعمل اصوات عشان يخلي مراته تصحى، لحد ما بيزهق فبيقعد لوحده في المطبخ يشرب. وبيبقى الموبايل قدامه وفجاه بيلاقي رساله جت من شخص اسمه جاريت، وبيبقى بيكلم صاحب الموبايل وبيقول له ان الكتب اللي قروها هي السبب وان النفق بيجذبه ليه. فبيحاول ويل يفتح القفل بتاع الموبايل وبيشوف علامات صوابع على الشاشه وبيمشي وراها وبيعرف يفتح القفل. وبيكتب لجيسون ان الموبايل وقع من حد وانه موجود في بار روزي، فبيرد عليه جاريت بجمله ساعدني. وبيفكره ويل مقلب وبيقول له ما يهزرش معاه وبيسيب الموبايل وبينام. وفي تاني يوم بتصحى كاري عشان تحضر الفطار، وبيقوم بعدها ويل اللي بيحاول يعمل معاها علاقه تاني لكنها بتقول له انها تتاخر وان ريحته وحشه. وبيقعدوا سوا ياكلوا وبتساله على الموبايل اللي معاه وبتبقى شاكه فيه، فبيقول لها انه وقع من مجموعه شباب وان مستني حد ياخده. وبتبقى كاري مش مصدقاه فبيفتح لها الموبايل وبيقول لها تبص فيه، فبتستغرب انه اصلا عارف القفل، فبيحاول يقنعها انه اكتشفه لكنها بتبقى برضه مش مصدقاه. وبتفتح الرسائل وبتلاقي رساله مبعوثه بالليل من الموبايل نفسه لجاريت وبيبقى فيها اسنان متكسره في الارض وحواليها دم. وبتتخض كاري جدا وبتسال ويل عن الصوره، وما بيكونش ويل فاهم حاجه لكن هم ما بيهتموش وبيغيروا هدومهم عشان الشغل. وبيوصل ويل كاري لدكتور ستيفن واللي بيكون المشرف على رسالتها، واول ما كاري بتشوفه بتسلم عليه وبتحضنه، وبيكون ويل غيران جدا لكنه ما بيتكلمش معاها وبيسيبها وبيروح البار. واول ما بيوصل بيلاقي بنت واقفه بالعربيه بتاعتها وكانها بتراقبه، بس اول ما ويل بيشوفها بتمشي بسرعه. وفي البار بيتصل ويل بإليشيا وبيسالها لو هتشرب معاها الفطار، فبتقول له انها تكمل نوم وبتقفل معاه. وبيبقى سامع صوت جيفري جنبها وبيكون متضايق جدا، وبتطلب صاحبه البار من ويل واللي بتبقى في ورديتها انه يطمن على إيريك وبتحذره انه ما يدوش مشروب لو لقاه سكران. فبيروح ويل يطمن عليه وبيلاقي جرحه عميق لدرجه ان اسنانه باينه من خده، فبيحاول ويل يقنعه انه يروح المستشفى لكنه ما بيوافقش، وبيقول انه هيخلي اي حد من صحابه يطهر له الجرح. وبيستغرب ويل منه وبيقرر يمشي، لكن إيريك بينادي عليه وبيطلب منه انه يفضل معاه لانه تعبان وبيحلم بكوابيس بالليل. فبيفضل ويل معاه لحد ما ينام، وبيبقى مستغرب ان إيريك الضخم خايف من مجرد كوابيس كانه طفل صغير. وبيروح ويل يجيب فطار، وهناك بيقابل إليشيا وحبيبها وبيبقى متضايق انها مش هتفطر معاه هو، فبتعرض إليشيا عليه يقعد معاهم لكنه بيقول لها اي حاجه لان بيبقى جيفري مش عايزه وبيسيبهم وبيمشي. وبيقعد ويل لوحده عشان ياكل، وبيروح البيت وبيفضل يلعب بلاي ستيشن وهو زهقان. وبيبقى اللي بيبعت موجه الرساله لويل نفسه، وبيبقى بيساله عن جرح إيريك وكانه شايفه، وبيبعت له صور لناس مقتوله وبراس مقطوعه، وبيشوف ويل راس تانيه بيطلع منها ايد وحواليها صراصير وبيتخض جدا وبيكون مرعوب. وبيستنى كاري لما ترجع وبيوريها الصور، فبيتصل ويل بالرقم لكنه بيسمع صوت غريب، وبيبقى بيحاول يشيل الموبايل من على ودانه لكن في حاجه بتجبره يفضل ماسك الموبايل. وبيبقى ويل بيصرخ من الالم لحد ما بيقدر يرمي التليفون، وبتتخض جاري جدا وبتكون مصممه انها تبلغ الشرطه، لكن ويل بيعترض بس كاري ما بتهتمش وبتروح عشان تصل بالشرطه، لكن ويل بيجري عليها وبيمنعها. وفجاه بيشوف كأن راسها مقطوعه لكن بيبقى بيتخيل، وبيعتذر لها انه زعق لها، وبيقرر يروح يبلغ الشرطه. في الطريق بتجيله رساله على الموبايل بتشكره على اتصاله وبتقول له انه تم اختياره وانهم ماشيين وراه. وبيبص ويل في مرايه العربيه وفجاه بيتحول الموبايل اللي في ايده لصرصار كبير جدا بيطلع منه صراصير
صغيره بتدخل جسم ويل، فبيتخض جدا وبيرمي الموبايل من ازاز العربيه وبيبقى هيعمل حادثه بسبب الصراصير اللي ماشيه على جسمه. فبيوقف العربيه بسرعه وبيقلع التيشيرت بتاعه وبينام في الارض وبيفضل ينفض نفسه، وبيشوفوا الناس وبيفكروه مجنون وبيقعدوا يصوروه، وده لان ما بيكونش في حاجه اصلا على جسمه. وبيبص ويل على مكان الموبايل وبيلاقي ناس بتنزل من العربيه وبتاخد الموبايل وبتهرب، وبيروح ويل مركز الشرطه وبيبلغ عن اللي حصل، بس الشرطه ما بتصدقوش وبيضحكوا عليه. فبيكلم ويل واحد صاحبه وبيقول انه يدور على الشباب اللي وقعوا الموبايل، وبيرجع البيت وبيلاقي ان موبايل كاري مرمي في الارض، وبتبقى قاعده بتتفرج على اللابتوب بتاعها على صور نفقه غريبه وبتكون سرحانه فيها جدا. واول ما اتكلم معاه بتقوم من مكانها فجاه وبيدخلوا يناموا. فجاه بيصحى ويل من النوم على صوت جاي من المطبخ، وبيقوم يبص بيلاقي واحده قاعده على ترابيزه المطبخ، وبيطلع جارة الشخص اللي كان بيطلب المساعده من ويل. فجاه بيرجع جارة دم، فبيعتذر له ويل انه ما قدرش يساعده، وده لان كان مفكره بيهزر. فبيقول له جارة انهم قروا كتب والبوابه اتفتحت وطلعت منها كائنات شيطانيه غريبه استحوذت عليهم، وبيقول له ان ويل استدعى واحد وانه دلوقتي في اوضه نومه. وبيدخل ويل اوضه نومه وفجاه بيصحى وبيعرف ان كل ده كان حلم. وفي تاني يوم بيروح ويل البار وبيبقى جيفري حبيب إليشا مش موجود، فبيقرر يستغل الفرصه ويشرب معاها، وبيقرروا يكملوا سهرتهم في مكان تاني. هناك بيحاول ويل يعمل علاقه مع إليشا لكنها بتتضايق منه جدا وبتبعده وبيتخانقوا مع بعض. وفي تاني يوم بيبقى ويل متغير جدا وعصبي وبيتخانق مع اي حد على عكس طبيعته الهاديه، وبيجي جيفري مع إليشا وبيبقى جيفري متعصب جدا منه، وبتحاول إليشا تهديه لكنه بيفضل يتكلم مع ويل بطريقه وحشه وبيعايره انه بيشتغل في بار، وبيفضل يخليه يجيب له مشروب ويوقع الازاز على الارض عشان يستفز ويل. فبيتعصب ويل جدا وبيروح عشان يضربه، بس اصحابه بيحاولوا يمنعوه، وبتاخد إليشا جيفري وبيمشوا من المكان، وبيفضل ويل يلم الازاز المكسور وهو متعصب وبيلاقي صراصير في كل مكان وبيبقوا طالعين من نفق صغير في الارض. فبيفضل باصص على النفق وهو سرحان لحد ما بينادي عليه واحد من الزباين وبيفوق، وبيسال صاحبه الشرطي عن الشباب اللي سابت الموبايل بتاعها، بس بيقول انه ما وصلش لحاجه، وده لان المعلومات اللي اداها له قليله جدا. وفجاه بتيجي لويل رساله من موبايل مراته بتقول له فيها ان في حد غريب في اوضه النوم، وبيبقى فيها صوره لجاريت. فبيجري ويل بسرعه وبيقول لواحد صاحبه يخلي باله من البار، وبيجري بعربيته باقصى سرعه، وبيوصل ويل البيت وبيفضل يدور فيه على اي حاجه وهو ماسك السكينه لكنه ما بيلاقيش حد. وبتيجي لويل مكالمه على موبايله من رقم مجهول، وبيرد وبيسمع نفس الصوت اللي سمعه قبل كده، وبيفضل يعيط ويصرخ. وبعدها بيخرج بيلاقي كاري قاعده قدام اللابتوب بتشوف نفس صوره النفق، وبتبقى سرحانه جدا وكانها مش حاسه ومش سامعه اي حاجه حواليها، وبتبقى مش متحكمه في نفسها لدرجه انها بتعمل حمام في مكانها. فبيقفل ويل اللابتوب وبيغمى عليها وبيوديها ويل الحمام عشان يفوقها وبيحطها في البانيو. وفجاه الميه بتتحول لدم وبيتخض ويل جدا، بس كاري بتقوم فجاه من البانيو وبتخليه يبعد عنها وبتلبس هدومها وبتساله ليه رجع بدري، وبتبقى مش فاكره حاجه. فبيحاول ويل يفكرها باللي حصل وبيسالها لو في حد كان في البيت، فبتفتكر كاري ان كان في حد في البيت وبتعيط وبتبقى خايفه جدا، وبيوريها ويل الصوره اللي صورتها لكنه ما بيلاقيش فيها جاريت، وبتقول له كاري انها مش فاكره انها بعتت اي رسائل. وبتيجي مكالمه لويل من صاحبه في البار وبيقول له انه ما يقلقش لانه واقف مكانه، بس بيقول له ان ايريك ساب له رساله بيقول له فيها ان يجي له لان عنده هديه ليه. وبيفتح ويل اللابتوب بتاع كاري وبيلاقيها دورت عن اللي بيحصل، وبيلاقي مدونه لجاريت وعن الكتب اللي قراها، وبيلاقيه كاتب انه لما قرا الكتب دي اتفتح قدامه نفق بتطلع منه كائنات غريبه، وانه كان بيحس ان النفق بيناديه او بيتهيأ له انه بيناديه، وده لانه ما بقاش عارف هو مجنون ولا عاقل. وبيفهم ويل اكتر عن الكتب واللي بتحكي عن الطقوس السريه واللي بتستخدم من خلال جرح عميق في جسم الانسان، من خلاله بيقدر يتواصل مع الكائنات الشيطانيه عشان يحصل منها على الكمال والقوه. وما بيفهمش ويل اللي بيحصل وبيدخل ينام. وفي تاني يوم بيبقى ويل خايف جدا من كاري وبيدخل الحمام وبيحس بحكه في دراعه، فبيبص عليها في المرايه وبيلاقي جرح اتفتح تحت كتفه وبيتخض جدا وبيحط ايده بس بيلاقيه اختفى. فبياخد ويل دش وبيفضل يغسل كتفه كويس بس بيلاقي دم نازل منه، فبيخرج بسرعه من الحمام وبيقعد مع كاري وبيقرر انه ينفصل عنها، بس كاري ما بيبقاش عندها مشكله وبتقول له انه يلاقي مكان تاني يبات فيه غير هنا. فبيستغرب ويل من رد فعلها لكنها بتقول له ان هو اللي بينفصل عنها وما ينفعش يلومها على رد فعلها، وبتقول له انها لو مكانه ما كانتش هتفكر تسيبه في الظروف اللي هم عايشين فيها، وانه شخص ما عندوش اي مشاعر وانه فاضي من جواه. فبيتعصب ويل جدا وبيقوم عشان يلم هدومه، وبيسمع كاري وهي بتعيط وزعلانه جدا لكنه بيسيبها وبيمشي، وبيفضل قاعد في البار وبيتصل بإليشيا اللي بتقول له ان المفروض ما يتصلش بيها تاني. فبيسالها لو هي حكت لجيفري اللي حصل، فبتقول له انها ما كانتش تعرف ان ده اللي هيحصل وبتقفل الخط. وبيتعصب ويل جدا لدرجه انه بيتخانق مع صاحبه البار وبيسيب الشغل وبيقعد بره على السلم وبيسمع صوت دبان كتير، فبيطلع ورا الصوت وبيلاقي دبان متجمع حوالين باب شقه ايريك. فبيقرر ويل انه يروح عند ايريك ويبات عنده، وبيبقى ايريك نايم وبيصحيه ويل وبيقول له انه هيقعد عنده كام يوم، وما بيوافقش ايريك لكن ويل بيقعد غصب عنه لانه ما بيبقاش عنده مكان تاني. وبيقعد ويل بره وبيبقى متضايق وبيشرب كحول، وبيتصل بإليشيا وبيقول لها انه ساب كاري عشانها وبيبقى بيعيط، فبتتضايق إليشيا منه جدا وبتقول له ما يتصلش بيها تاني وانها بتحب جيفري جدا وانه ما بقاش حاجه بالنسبه لها، وبتقفل الخط في وشه. وفجاه بيشوف ويل صوره قدامه للراسه وهي مقطوعه، وبيتصدم ويل وما بيكونش فاهم اللي بيحصل. وفجاه بيطلع ايريك من اوضته وبيقول له يطلع بره شقته، فبيتعصب عليه ويل وبيقول له ان هو اللي سال عليه في البار. فبيقول له ايريك ان هم
اللي اجبروه يعمل كده، وبيبقى قصده على الشباب اللي في البار، وبيوريه ايريك الهديه اللي سابوها له، وبيلاقي ويل الهديه نفس الموبايل اللي رماه من العربيه، وبيفهم ويل ان الجرح اللي في وش ايريك هو الباب اللي اتفتح للكائنات واللي بتكون استحوذت على جسم ايريك وعايزه تستحوذ على جسم ويل. فبيتصل ويل برقم جاريت وبيفتح السبيكر على الاصوات الغريبه، وبيفضل ايريك يصرخ من الالم، وبتظهر صراصير من كل مكان، وبيتفتح جرح ايريك بشكل اكبر وبيطلع منه شكل غريب، وبيفتح ويل بقه للجرح وبيقول له يدخل جواه عشان بيحقق له الكمال بتاعه اللي نفسه فيه.